مساء الفل، عاملين ايه؟ انا بجد سعيد، والنهارده عايز ادردش معاكم سريعا كده عن توبيك بقالي كذا يوم افكر فيه. والمره دي انا مش هشتغل على حاجه، المره دي عايز اركز معاكم وعايزين نتكلم احنا مع بعض شويه. عايزين نتكلم النهارده عن تو تايبس اوف بزنسز موجودين، هما البي تو بي والبي تو سي. الاثنين دول لا يختلفوا عن بعض بشكل او باخر، غير في اللايف سايكل بتاعت العميل ممكن تبقى اطول شويه. اتكلمنا في فيديو قبل كده عن حاجه اسمها الماركتنج فانل. الفانل هي بتقول ان احنا عندنا 3 خطوات لازم نحققهم في اي كامبين بنعملها، او في المطلق واحنا ماشيين في الماركتنج لازم ال3 خطوات دول نقابلهم. دايما اول خطوه بتبقى الاويرنس، ان انا بعرفك بيا، بعرفك بالمنتج بتاعي، سواء انا بي تو بي او بي تو سي، لو انا شركه بتبيع لبزنس او شركه بتبيع لكلاينت. والاثنين هنا ممكن يختلفوا شويتين ثلاثه، بس الاثنين بيتفقوا في حاجه، ان انا لازم افهم العميل ان انا عارف احتياجه، عارف البين اللي عنده، وعارف المشكله اللي هو بيواجهها. لو انا بتكلم بي تو بي لازم اعرفه كمان ان انا فاهم الار اي بتاعه، فاهم المشكله بتاعته دي بتيجي منين، اللوس اللي ممكن يكون عنده ايه، ولازم افهمه ان انا فاهم اكتر منه في الفاينانشالز بتاعته. يعني انا اقدر اساعدك ازاي، اقدر اطور لك من السيفنجز بتاعتك ازاي، اقلل الفرود ازاي، او اقدر ان انا اساعدك بشكل او باخر ان انت تبقى مطمن على البيزنس بتاعك ثرو كيس ستاديز، وايت بيبرز، او ان انا ابتدي اتكلم معاك بلغه البيزنس بتاعك. لكن البي تو سي الموضوع بتاعه ممكن يكون مختلف شويه. ليه؟ لان انا النهارده بدور على برودكت، او انا بدور على سيرفيس معينه. فلو انا النهارده بدور على سيرفيس فور انستنس، مثلا انا نازل اشتري حاجه تخص رمضان، طيب هل انا عندي نيد ان اشتريها بنسبه كبيره؟ لا. لكن لما ابتدي اشوف اراء العملاء، وببتدي اشوف ان الناس اللي جابتها حياتهم اتغيرت بشكل او باخر، ببتدي ان انا اكونسيدر الموضوع. وهنا بعد الفتره بتاعه الاويرنس بيجي فتره الكونسيدريشن، ودي تاني خطوه عندنا في الفانل. الكونسيدريشن هي الخطوه المهمه جدا. بعد ما تكون عملت الاويرنس، وبعد ما تكون شرحت للناس بشكل كبير قوي انت مين وبتعمل ايه وبتقدم ده ليه، وانت فاهم في البيزنس بتاعك، وانت الكواليتي بتاعتك تختلف، والبرودكت بتاعك مميز، سعرك لطيف، اند سو اون، بنبتدي نخش على الحته بتاعت الكونسيدريشن. والكونسيدريشن هي الخطوه اللي العميل بيبتدي ياخد فيها قرار، او بيبتدي يقارن ما بينك وما بين اللي جنبك. لو انت بي تو بي، هو بيبتدي يشوف هو الفندر ده او الشخص ده فاهم انا بعمل ايه بالظبط في البيزنس بتاعي، هل هو عنده كيس ستاديز ما يكفي، هل هو عنده تستيمونيالز من ماي كومبيتيتورز مثلا بشكل او باخر، وهو ساعدهم وقدر ان هو يطورهم ويحسنهم بشكل او باخر. ولو انا بي تو سي، ببتدي اشوف مين في اصحابي اللي اشترى، ببتدي اكتب كومنتس، ببتدي اسال، ببتدي اخد شويه اكشنز بسيطه. ممكن اخش اعمل ماي اون ريسيرش، وابتدي اشوف البرودكت ده هل هو فعلا سعره حقيقي مظبوط موجود، والكواليتي دي كويسه ولا لا. واخر ستيب بتاعتنا بتبقى الكونفرجن. والكونفرجن دي بقى هي اللقطه اللي انتم مستنيينها. في البي تو بي غالبا قبل ما ناخد خطوه الكونفرجن دي، الكونسيدريشن بتاخد اللايف سايكل اراوند من 3 شهور ل 6 شهور، which is كتير جدا. لكن البي تو بي حجم الريفينيو او حجم البيع بتاعه والدخل المادي بتاعه بيبقى اكتر بكتير من البي تو سي. في البي تو سي افريج الوقت عشان الكلاينت ياخد اكشن سريع، لو انت طبعا هاي اند برودكت، لو انت بتتكلم عن عقارات مثلا، لا ات مايت تيك اراوند 30 يوم. لو انت بتتكلم عن حاجات صغيره ممكن تاخد اراوند من اسبوع لاثنين لثلاثه باي ماكسيمم. لو احنا بنتكلم في حاجات بقى مينيمال وحاجه كده سريعه جدا وبتتحرك بسرعه، ممكن عادي جدا تاخد يومين بالكتير، لو لقى كومنتس كويسه جدا عنك وعمل ريسيرش كويس ولقى ان سعرك حلو، كواليتي حلوه، والدنيا لطيفه. فكده احنا اتكلمنا عن 3 حاجات، هي الاويرنس، هي الكونسيدريشن، وهي الكونفرجن. لو انت النهارده مركز اكتر على حته السي بي ال اللي هو الكوست بير ليد، كوست بير ليد هو مش حقيقي. ليه؟ لان انت ممكن يجي لك 100 ليد، الليد بجنيه، بس اكشلي انت بعت بيعه واحده، يبقى الكوست اوف اكوزيشن كام؟ احسبها كده، هتبقى 100 جنيه. يبقى انا السي بي ال بتاعي قليل، لكن الكوست اوف اكوزيشن بتاعي عالي جدا. ويمكن يكون هو مش عالي، يمكن يكون ال 100 جنيه دي هي المنطق اللي بيقول ان لازم البرودكت بتاعي يبقى بالسعر ده. لو انا بتكلم عن حاجه سريعه جدا، حاجات فاست موفنج، اللي نتكلم عن فوانيس رمضان، هنتكلم عن ملابس، هنتكلم عن اكل اند سو اون، 100 جنيه كتير جدا عليها. لكن لو بنتكلم عن ريل استيت، 100 جنيه قليل جدا عليها. انا بتكلم عن كوست اكوزيشن، مش بتكلم عن السي بي ال. في ناس ممكن تقول لك انا اجيب المسج ب 4 جنيه، انا بجيب الترافيك على لاندنج بيج بجنيه وبنص جنيه وب10 قروش. ناس تقول لك انا اصل احنا وصلنا لعدد كبير جدا من الريتش وامبريشنز والسي تي ار مرعب. كل ده كلام محترم وجميل، الاهم من كل ده الريتارجتنج، والاهم من كل ده الكوست اوف اكوزيشن. من الاخر، كل جنيه انا حطيته اتليست المفروض يجيب لي كام؟ المفروض يجيب لي 5 جنيه. if I invested 100,000 جنيه المفروض تجيب لي 500,000 جنيه. if I invested مليون المفروض تجيب لي 5 مليون. الكلام ده منطقي، الكلام ده صح لو انت مشيت على الفانل مظبوط من اولها لاخرها. طيب
انا خلصت اللي انا كنت عايز اقوله النهارده، وعايز اعرف منكم انتوا بقى رايكم في الموضوع ده ايه. احكي لي اكتر، قول لي ايه المشكله اللي ممكن تكون واجهتك في البيزنس بتاعك، لو انت واحد شغال ماركتير او انت شغال سيلز او انت صاحب شركه او انت بشكل او باخر مسؤول عن حته المبيعات. عايز اعرف اخر كامبين انت صرفت فيها رفلي، نتكلم من افريج مثلا، هيكون كام، والعائد منها هيكون عامل ازاي. وهل الماركتير اللي عندك قال لك اصل انا كنت مركز اكتر على الانجيجمنت وعلى براند اويرنس وعلى الريتش، عشان ده اول خطوه انت المفروض تعملها. ما تنساش ان لسه في كونسيدريشن، وما تنساش ان بعد الكونسيدريشن في بقى الاكوزيشن الحقيقي وهو الكونفرجن. مستني كومنتاتكم، انا بجد سعيد، وتعالوا ندردش مع بعض.